أهلا بكم معانا. النهاردة بنغوص في أفكار ممكن فعلا تغير نظرتنا للحياة ولنفسنا. الأفكار دي جاية من كتاب شجاعة أن تكون مكروها. الكتاب ده للي ما يعرفش هو حوار بين فيلسوف وشاب بيشرحوا فيه مبادئ علم نفس. يمكن مش مشهور قوي، اسمه علم النفس الأدلري نسبة لألفريد أدلر. واحنا هنا النهاردة عشان نشوف سوا ازاي الأفكار دي ممكن تدينا مفاتيش للحرية، للسعادة في حياتنا وعلاقاتنا. هل نقدر بجد نختار نكون سعداء؟ دلوقتي خلينا نشوف. أيوه بالضبط. علم النفس الأدلري ده بيقدّم رؤية مختلفة تمامًا عن مدارس تانية كُلّنا نعرفها، زي فرويد مثلًا. الفرق الجوهري بدل ما نقعد ندوّر على سبب مشاكلنا في الماضي، في الصدمات القديمة وده اللي بنسميه إيتيولوجيا أو السببية، لأ، أدلر بيركّز أكتر على هدف سلوكنا دلوقتي في الحاضر، ودي بنسميها التيريولوجيا أو الفائية. يعني هو بيرفض فكرة إن الماضي بيحكمنا غصبًا عننا. الأهم هو إحنا بندّي معنى إيه لتجاربنا دي دلوقتي. امم ثواني كده، دي نقلة كبيرة قوي في التفكير. يعني مثلا الكتاب بيحكي عن شاب قافل على نفسه في أوضته. فرويد ممكن يقول دي صدمة طفولة. أدلر بقى هيقول إيه؟ أدلر ممكن يبص لها بشكل مختلف، ممكن يقول إن الشخص ده بشكل واعي أو غير واعي بيصنع أو بيستخدم مشاعر القلق والخوف دي عشان يحقق هدف حالي. هدف زي مثلا إنه يتجنب إنه يقابل الناس، يتجنب تحديات معينة، أو يمكن عشان يلفت انتباه أهله ويخليهم يقلقوا عليه. هو مش بينكر إن الماضي ليه دور، لا طبعا، بس بيقول إن الأهم هو استخدامنا إحنا للتجارب دي في الحاضر. نفس الشيء في الغضب مثلا، ممكن قوي نستخدمه كأداة سريعة عشان نفرض رأينا أو نخلي اللي قدامنا يسمع كلامنا. طيب، لو كلامنا كله اختيارات وأهداف حالية، ده معناه إن الواحد ممكن يتغير فعلا؟ أصل في ناس كتير بتحس إنها خلاص طبعها كده ومش هتقدر تتغير. دي نقطة مهمة جدا عند أدلر، هو بيشوف شخصيتنا ومزاجنا وكل الصفات دي كأسلوب حياة، وده مش شيء بنتولد بيه ثابت، لأ، ده شيء إحنا اخترناه في مرحلة ما، وبما إننا اخترناه يبقى نقدر نختار أسلوب حياة تاني. عدم التغيير ده في حد ذاتي ممكن يكون قرار بعدم التغيير، يمكن عشان بنخاف من المجهول أو أسهل نفضل زي ما احنا. عشان كده التغيير محتاج شجاعة. فهمتك. الشجاعة لاتخاذ قرار جديد. طيب، بس إيه موضوع إن أدلر بيقول إن كل المشاكل هي مشاكل علاقات شخصية؟ إزاي يعني؟ أيوة، هو بيوصل للنتيجة دي. ليه بقى؟ لأن معظم مشاعرنا السلبية زي مثلا إحساسنا بالنقص أو إننا أقل من غيرنا، دي بتظهر أساسا لما بنبدأ نقارن نفسنا بالناس التانية، لما بنبص للمجتمع ده على إنه سباق، منافسة، يعني لازم حد يكسب وحد يخسر. أدلر بيقول لأ، بلاش نبص للناس كأعداء أو منافسين، خلينا نشوفهم كرفاق، شركاء في الحياة. ومن هنا بقى بتيجي فكرة مهمة قوي اسمها فصل المهام. أنا إني أذاكر له أو أجبره، أو مثلا اختياري لشريك حياتي دي مهمتي أنا، مش مهمة أهلي إنهم يوافقوا عليه بالضرورة. بالظبط كده. تمام. السؤال اللي نسأله لنفسنا، مين اللي هيتحمل نتيجة القرار ده في الآخر؟ لو الإجابة هي الشخص التاني تبقى دي مهمته هو. جزء كبير قوي من تعبنا النفسي بيجي من تدخلنا في مهام مش بتاعتنا أصلاً، بنحاول نسيطر أو نغير حاجات هي مسؤولية ناس تانية. فصل المهام ده هو اللي بيدينا حرية بجد. بس لحظة، ده مش ممكن يخلي الواحد يبان أناني، اللي هو أنا ركز في اللي يخصني وبس ومليش دعوة بحد؟ لا، بصي، أدلر بيشوف العكس تماماً. التدخل في شؤون غيرك ومحاولة فرض رأيك أو مساعدتك غصب عنهم، حتى لو نيتك كويسة، هو ده اللي فيه أنانية وسيطرة. فصل المهام بيحررنا من عبء إني لازم أرضي كل الناس ولازم أحقق توقعاتهم كلها، وهو ده اللي بيدينا شجاعة إننا نكون مكروهين من البعض. الحرية الحقيقية مش إن الكل يحبني، لأ، الحرية هي إني أعيش بمبادئي حتى لو ده هيزعل ناس معينة. يعني الحرية ليها تمن وهو الشجاعة دي. وده يوصلنا بقى لفكرة العلاقات الأفقية، صح؟ بدل الرأسية. تماماً. العلاقات الرئيسية دي اللي فيها حد فوق وحد تحت، زي علاقة فيها حكم وتقييم مستمر سواء مدح أو ذم، لأن المدح والذنب بيجوا من موقع سلطة أو معرفة أعلى يعني. أدلر بيدعو لعلاقات أفقية، علاقات الند للند، مبنية على الاحترام والمساواة. بدل ما أمدح أو أذم، أستخدم التشجيع الحقيقي اللي نابع من تقدير، أستخدم الشكر والامتنان، كلنا رفاق متساويين.
جميل قوي الكلام ده. طيب والهدف بقى من كل ده نوصل لإيه؟ السعادة؟ وإيه هي السعادة عند أدلر؟ الهدف النهائي اللي بيتكلم عنه هو إننا نوصل للشعور بالانتماء للمجتمع، الإحساس إنك جزء من كل أكبر. وده بيجي من 3 حاجات مع بعض. أولاً، قبول الذات، أقبل نفسي زي ما أنا بعيوبي قبل مميزاتي. ثانياً، الثقة في الآخرين، يعني أبدأ بثقة أساسية مش بشك عشان أقدر أبني علاقة أصلاً. وثالثاً، ودي الأهم يمكن، المساهمة للآخرين. السعادة عند أدلر ببساطة شديدة هي الشعور بالمساهمة، إحساس إن وجودي ده ليه قيمة، مفيد لحد، مفيد للمجتمع. المساهمة دي لازم تكون عمل عظيم، يعني إنجاز كبير. لا خالص، مش بالضرورة أبداً. المساهمة ممكن تكون بمجرد الوجود، يعني مجرد وجودك مهم لحد بيحبك، ده في حد ذاته مساهمة قيمة جدا. مش لازم نقعد نقيم نفسنا وغيرنا بأفعالنا بس. طب والحياة نفسها نتعامل معاها إزاي بقى؟ كأنها سباق نحو هدف بعيد في المستقبل؟ لا، أدلر بيشوف الحياة مش كده، مش خط مستقيم بنجري فيه عشان نوصل لنقطة معينة في الآخر. هي أقرب للرأس. الرأس عبارة عن إيه؟ سلسلة من اللحظات الحالية، كل خطوة كل حركة ليها قيمتها ومتعتها في ذاتها، صح؟ مش مجرد وسيلة عشان أوصل لآخر الأغنية. كده الحياة، المطلوب إننا نعيش اللحظة دي هنا والآن بكل تركيزنا وكثافتنا، لأن دي اللحظة الوحيدة الحقيقية اللي في إيدينا. فعلا، الواحد لما بيفكر فيها كده بيلاقي إن المسؤولية كلها علينا إحنا. إزاي بنختار نفسر تجاربنا، وإزاي بنختار أهدافنا، وإزاي بنبني علاقاتنا. هل عندنا الشجاعة الكافية إننا نقبل نفسنا كأشخاص عاديين بدل ما نفضل نجري ورا التميز الوهمي أو إبهار الناس؟ وهل عندنا الشجاعة نعيش كل لحظة زي الرقصة دي بتركيز ومتعة من غير قلق زيادة على اللي فات أو اللي جاي؟ ده التحدي الحقيقي اللي بيقدمه لنا أدلر.